Burak dedi, Burak felek, sevenlerin yakasında. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع عبد الرحمن بحرية. متنسوش اللايك السبسكرايب. يلا بينا على الفيديو. حلقة النهاردة هتبقى مختلفة تماما. أول نظرية في القناة هنتكلم عن نظرية التطور. تنبيه: الكلام بتاع النظرية ده مش صح. احنا كمسلمين وموحدين بربنا عارفين ومعتقدين ان احنا اصلنا مش قرود. ربنا بيقول إنا خلقنا الإنسان في أحسن تكوين. أكيد يعني أحسن تكوين ده مش قرد. كلنا مؤمنين ومعتقدين إن إحنا من نسل سيدنا آدم ومخلوقين من طين، زي ما قال ربنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يعني منشغلش دماغنا أوي بالنظرية دي، احنا بنتكلم فيها للمعرفة، فأتكلم عنها في مجال نقاشي مش مجال اعتراض. أرجو إن المعلومة تكون وصلت. النظرية بتقول إن الإنسان أصله قرد. طب إزاي؟ نتكلم في المفيد شوية بقى. إن مفيش كتب أثبتت صحة النظرية، ده غير إن العالم داروين اللي كتب النظرية قال إن في حلقات مفقودة فيها، وبيقول في كتابه أثناء ما كان بيتجول في إحدى الجزر وجد طائر بيدور في ثقوب الموجودة في الأشجار. فبالرجوع مع الزمن قال إن الطائر ده كان منقاره صغير، ومع مرور الزمن وتطوره أصبح منقاره طويل وصغير الحجم. داروين بيقول إن كل حاجة أصلها خلية، والخلية تطورت مع الزمن لجزيئات، والجزيئات تجمعت في صورة جماد، والجماد تطور إلى نبات، والنبات تطور إلى حيوان، ومن حيوان إلى إنسان. بس الكلام ده خطأ، لأن التطور بيكون تطور لازمي. يعني النبات يتطور لنبات، والجماد يتطور لجماد، والحيوان يتطور لحيوان، طبيعي الإنسان يتطور لإنسان. نظرية التطور دي أصبحت حقيقة عند علماء البيولوجي الأجانب، بس إحنا كمسلمين عارفين إن إحنا من سلالة سيدنا آدم. زي التطور اللازمي، يعني الماموس تطور مع الزمن للفيل، والزواحف المائية تطورت لزواحف برمائية زي التمساح وزي السلحفاة والضفدع وغيرهم. دي مجرد أمثلة. المهم الفكر وبس كده. أنا كده خلصت كلامي. أرجو تكون الحلقة عجبتكم وفهمتم النظرية صح. متنسوش اللايك والسبسكرايب. للقاء الحلقة القادمة. السلام عليكم.